مع حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. مبروك دكتور مجدي. الله يخليك. دكتور مجدي الناظر، جريد بوابة عاجل مصر وراديو صوت الجيل، صحفي وإعلامي ومستشار إعلامي لنقابة معاشات بنك القاهرة. أهلا وسهلا. ومستشار إعلامي لمؤسسة بداية أمل للتنمية ومؤسسة آل توفيق للتنمية أيضا. نعم. حضرتك اتفضل يا فندم. النهارده أنا سمعت معاليك كلمة لسيادتكم تعقيبا على ما تم أو ما خلصنا إليه من توصيات، فأتمنى أن أنا أسمع هذه الكلمة مرة أخرى من خلال كاميرا جريدة ديلي بريس مصر. أولا نتشرف إن احنا في مع هذه الكاميرا الجميلة يعني الرائعة. شرفني يا فندم. حضرتك احنا بنقول لا للتهجير، مش احنا اللي بنقولها بس، الأطفال في الشارع بيقولوها، الشباب، الشيوخ، الجميع في مصر بيقولها وفي الأردن أيضا، لأن المعني بهذا التهجير هو مصر والأردن. نعم. ده يعتبر احتلال. نعم. أطرد صاحب الأرض إزاي اللي قاعد هو محتل والصهاينة محتلين فلسطين من سنة 48. نعم. أنت عايز تطرد صاحب الأرض ولا نعم. تطرد المستعمر؟ نعم. تطرد المحتل. نعم. القرار او الفكره بتاعت دونالد ترامب فكره مجنونه. هو ما لقى امبارح بيقول لم اكن اتوقع ان مصر والاردن تقف امام هذا القرار او هذا الاقتراح. نعم. مستغرب يعني من القرار ده. نعم. لكن هذا القرار مش قراره هو، ده حلم صهيوني، حلم بالطبع. من النيل للفرات. ان شاء الله سيفشل تماما. ان شاء الله. حلم النيل إن شاء للفرات الله. الصهيوني ان شاء الله سيفشل إن شاء الله. تماما. إن شاء الله. واللي بيحصل التهجير دوت هو تعقيب لبدايه هذا الحلم. إن شاء الله. حضرتك حي ولد الحكومه المصريه وحي الشعب المصري لصدوا لهذا التهجير. بشكر حضرتك يا فندم، بشكر حضرتك جدا يا فندم.